يا مساء الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد. قبل بقى ما ندخل الفيديو بتاعنا، تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إيه، لو اول مره بقى بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش طبعا الكومنت الحلو بتاعكم واللايك القمر بتاعكم. معايا النهارده بقى روتين صباحي، يعني روتين من الساعه 5 الفجر. هقضي معاكم بقى اليوم من اوله. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه بدات يومي، عملت بقى، صحيت بقى من بدري كده حوالي من الساعة يمكن قبل 5 كمان. كان عندي بقى عجينة بيتزا. لو فاكرين لما كنت عاملة معاكم بيتزا من فترة كده، وكانت بقى معايا قطعة كده من العجين، شلتها في الفريزر والنهاردة بقى طلعتها. قلت بقى ايه، اعمل ميني بيتزا للولاد ياخدوها معاهم، بدل السندوتشات بقى والكلام ده، كتغيير يعني. بما ان بقى العجينة جاهزة، فالموضوع ما بياخدش وقت، يعني مجرد ان احنا بس هنشكلها ونحط عليها الحشوة بتاعتها وعلى الفرن على طول. العجين بس هي اللي بتاخد وقت، لو هتحتاج انها تتخمر او حاجه. انا بقى طلعت العجينه بتاعتي من الفريزر من بالليل. صحيت الصبح بقى لقيتها فكه خالص، ولقيتها اكني لسه عجنها دلوقتي حالا. وكانت طريه كده وسلسه زي ما انتم شايفين. بدات ان انا اقطعها كور كده. ما حبيتش بقى ان انا اعملها بيتزا كبيره وارجع اقطع والكلام ده، لا، حبيت ان انا اعملها ميني بيتزا كده وخلاص. واي حشوه عندك بقى حطيها، حشوه خضار، حشوه جبن، اي حشوه عندك حطيها. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي بقى حشوة لانشون. هعمل باللانشون وبالجبنة، وطبعا فلفل الوان، وقطع صغيرة قوي من الطماطم، وبس كده. بدأت بقى ان انا اشكل العجينة بتاعتي على حسب الشكل اللي انا عايزاه. فانا عملتها على شكل مدور، محبتش اعملها شكل ربع مستطيل ده علشان ما تاخدش مكان كبير في اللانش بوكس، واعرف ان انا اتحكم فيها. عشان كده زي ما انتم شايفين حاولت ان انا اقطعها برضو كور صغيرة، ما كبرهاش قوي علشان مرجعش برضو اضطر ان انا اقطعها تاني. كده خلاص شكلتها، ودي الكمية اللي كانت معايا. عموما كانت قطعة العجين كانت صغيرة، مش كانت كبيرة قوي. وبدأت بقى كده ان انا اعمل فتحات بالشوكة علشان تخرج الهواء والميني بيتزا بتاعتي ما تقبش، يعني ما تبقاش مرتفعة قوي. وهبدأ بقى ان انا ادهن كده بالصلصة. دي صلصة بيتزا برضه انا كنت عاملاها، وكانت متبقية مني وشلتها في الفريزر عادي. الحاجات دي بتنفع كده في وقت الزنقات. يعني انا لو انا عايزه اعمل ميني بيتزا كده لولادي الصبح ويكون طازه، مستحيل هلحق، يعني هعجن امتى واخلص امتى. لكن ده عشان العجينه جاهزه ففي ثواني، يعني ما خدتش ربع ساعه في المطبخ. وكنت كمان لسه ما صحيتهمش كمان، يعني انا صحيت بدري، عملت حساب اصحى بدري شويه عن الميعاد الطبيعي، ان انا اخلصها واسويها، وبعد كده اروح بقى اصحيهم واجهزهم وكده. خلاص دهنت بقى الصلصه بتاعتي. دي صلصه بيتزا، مش الطماطم العاديه يعني. وكنت مقطعه بقى فلفل الوان، ومقطعه طماطم، وحطيت عليهم بقى شويه من الزعتر. طبعا بيتزا يعني لازم نحط فيها زعتر. وبدات بقى ان انا اوزع كده على الكميه اللي معايا زي ما انتم شايفين. وزعت كده على كل الكميه، وجبت بقى لانشون وجبنه زي ما انتم شايفين كده. هعمل شويه باللانشون وشويه بالجبنه. هقطع بقى لانشون كده على قد القطعه اللي انا عايزاها، او على قد قطعه الميني بيتزا اللي انا عاملاها، كده بالشكل ده. وباقي القطع بقى هعملها بالجبنه. الكام واحده المباقيين هعملهم بالجبنه. يعني ما فيش اسهل من كده. ما بتاخدش في الفرن 10 دقايق يعني، يمكن اقل من 10 دقايق كمان. لو الفرن سخن قوي ما بتاخدش، يعني ممكن تاخد اقل من 10 دقايق كمان وتبقى جاهزه معاكي، واحلى من بيتزا كده على الصبح. خلاص كده جاهزه معايا. ما بقاش فاضل بقى غير ان انا احط عليها الموتزاريلا، ويبقى كده تمام قوي. هفرد بس الجبنه كده عشان ما تبقاش مكلكعه كده في مكان واحد. وخلاص ظبطت كده الشكل. هبدا بقى احط بقى الموتزاريلا. اوزع الموتزاريلا بقى على كل الميني بيتزا اللي انا عاملاه دي. عملت حوالي 12 واحدة. 12 واحدة كانت بقطعة عجين قد كده اهو. متبقية معايا اصلا، يعني انا عملت ميني بيتزا كده من غير اي تكاليف.
في الوقت ده كنت شغلت بقى الفرن يسخن علشان تبقى جاهزة وتنجز كده على طول. وده كان شكلها بقى قبل ما ادخلها الفرن. شايفين بقى الشكل واللون يعني الحاجات الالوان والحركات دي بتفتح نفس الولاد اصلا عموما يعني دايما هما بينشدوا للحاجة اللي فيها الوان كتير. وهنا كنت خلاص سويتها وطلعت من الفرن، وكنت سايباها تبرد بقى شويه ورحت انا اصحيهم. فانا كنت صحيتهم بقى وجهزتهم وجيت دلوقتي بقى عشان احضر لهم بقى اللانش بوكس بتاعهم بقى عشان هم خلاص يشوفوا هيروحوا فين، وانا بقى اخلص اللي ورايا عشان عندي مشوار. اخلص انا بقى اللي ورايا عشان عندي مشوار، وانا بحب لما يكون عندي مشوار يعني بحب ان انا اصحى بدري كده وانجز عشان ما بحبش بقى الحر والقلق ده. حطيت لهم بقى، قطعت لهم تفاح، وكمان حطيت لهم كل حد كده شويه شيبسي، وحطيت في كل لانش بوكس 2 ميني بيتزا، وحبيت ازود لهم كمان سندوتشات برضو. حطيت لهم كام قطعه فينو برضو، جبنه ولانشون وكده، علشان انا عارفه ان انا رايحه مشوار ويمكن هتاخر، فهم هيخرجوا من المدرسه قبل ما انا اجي، فهم يعني ايه حطيت لهم اكل بزياده عشان يبقوا شبعانين شويه يستحملوا لما انا ارجع يعني. علشان هما حتى لو الاكل جاهز هما هيكسلوا ان هما يحضروا لنفسهم مش هيحضروا اكيد يعني. وخلاص كده تمام، الاتنين لانش بوكس جاهزين. وطبعا ابني الكبير زي ما انا قايله لكم قبل كده مالوش في جو اللانش بوكس ده، هو بياخد فلوسه وبيشتري لنفسه اكل من بره وبس كده. كانوا طالبين مني بقى اعمل لهم جيلي، فقلت بقى فرصه ان انا اعمله دلوقتي بما ان هخرج ورايا مشوار، عبال ما ارجع بقى هيكون يعني ماسك كده وبقى حلو، وبقى جاهز ان هما ياكلوا منه لما يخرجوا من المدرسه، لما يخرجوا بقى من المدرسه. حطيت بقى على البارد كده شويه من اللبن، وحطيت معلقتين نشا وسكر، وقلبت على البارد لحد ما عملت المهلبيه وصبيتها في الكوبايات كده زي ما انتوا شفتوا، والاطباق الصغيره دي. وبدات دلوقتي ان انا احضر الجيلي. 2 باكو من الجيلي على كل باكو ربع كوبايه ميه. الميه بتغلي، بعدين بنزل بالجيلي، انا نازله بكيسين، وبعدين كوبايه ميه متلجه. بعد ما ندوب الجيلي خالص والميه المغليه نرجع نحط كوبايه ميه ساقعه متلجه يعني، مش تلج لكن ميه ساقعه يعني. وبرضو بقلب كده، وبعدين هسيب بقى المهلبيه بتاعتي تكون اتمسكت وبردت خالص، وكمان الجيلي بتاعي يكون برد. وقطعت بقى من الفاكهه كده تفاحه على موز، وبدات بقى ان انا حطيتهم كده في الاطباق وفي الكوبايات، وبدات ان انا انزل عليهم بالجيلي. وكده بقى هدخلهم بقى التلاجة واجهز انا بقى عشان اروح مشواري، ويبقى كده الولاد هيرجعوا يلاقوا حاجه حلوه، حتى لو انا اتاخرت هياكلوا منها بقى بما ان هما كانوا طالبينها مني اصلا يعني. طبعا عارفين الجيلي عشان يتماسك بياخد 4 ساعات بالظبط يعني، هو حتى مكتوب على العلبه بتاعته. هنا بقى قلت افطر بقى انا وماما الاول، فانا عملت بقى كوبايتين شاي، وكمان دلوقتي كنا الساعه 9، انا كان مشوار الساعه 10، فانا الميني بيتزا بقى اللي اتبقى من الولاد، وكمان كوبايتين شاي ورحنا نفطر. هنا بقى انا كنت جيت من المشوار وقعدت حوالي ساعتين كمان، نمت شويه يعني، رجعت ونمت شويه وصحيت بقى اخدت شاور كده، وقلت بقى اكمل معاكم بقى الفيديو. هنا كنت برحب بكم في المطبخ بتاعي يعني، اكيد ولازم في كل فيديو ان انا ارحب بكم. فهنا كنت برحب بكم افرحوا بقى عشان برحب بكم. انا مش عارفه كنت عماله اقول لكم ايه في الوقت ده بصراحه. كنت جايبه بقى معايا من المشوار اللي انا كنت فيه، جبت معايا بقى السردين الاخضر ده اللي هو بيبقى بيطلع في الشتاء زي ما احنا عارفين. عندنا بنسميه سردين اخضر، معرفش عندكم بتسموه ايه. وكانت ماما بقى نضفته وانا نايمه، فانا قلت لها سيبي يعني ايه 2 3 كده ابقى انضفهم وانا بصور. فانا بوريكم طريقه تنظيفي، ان انا مجرد ما بشيل راسه كده بالمقص على طول هي بتطلع كل الحاجات اللي مش نضيفه اللي في البطن، عشان هو ما بيستحملش ان احنا نهري فيه كتير عشان هو بيتهري بسرعه. هنا بقى بشطفه، كانت ماما نقعاه في الميه كده وحط عليه ليمون والكلام ده، فانا هنا بشطف بقى بعدها. وعشان ابدا بقى ان انا احضر صينيه السردين التحفه بتاعتي اللي انا بعشقها، وكل اللي بياكلها من ايدي بيحبها زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي.
اول حاجه حطيت راس توم زي ما انتم شايفين كده متقشره، وحطيت عليها شويه من الكمون وشويه من الملح. هبدا بقى ان انا ادقها كده في الهون. تقدري تفرموها في الكبه عادي، بس الموضوع مش مستاهل يعني. وحطيت كمان شويه من الخضره، شبت على كزبره، وحطيت كمان قرنين فلفل حامي واتنين فلفل بارد. طبعا الفلفل الحامي بيبقى حلو في الاسماك وفي الحاجات دي. بدأت بقى ان انا اقطعهم كده، هدقهم برضو في الهون عشان ابدأ اعمل الخلطة بتاعت السمك. زي ما انتوا شايفين كده هدقها كده لحد ما تنعم معايا شوية، وابدأ اتعامل بقى معاها. دي طريقتي في السردين عموما. هو ليه كذا طريقة، انا جربته بكذا طريقة، بس في الاخر رجعت للطريقة الاصلية بتاعتي اللي انا اصلا معتمداها واللي انا بعمله بها من سنين. جربت طرق كتير بس ما اقتنعتش بصراحة. في الاخر رجعت للطريقة بتاعتي. فعادي يعني، الاكل اذواق وكل حد بيعمل بالطريقة بتاعته، مفيش مشاكل. جيت انا بقى على النار، حطيت شويه من الزيت وخدت معلقه بقى من الخلطه اللي انا التوم بقى بالخضره والفلفل والكلام ده اللي انا دقيتها في الهون. هبدا ان انا اشوحها كده في شويه الزيت لحد ما الريحه بتاعتها تطلع. وسبت كمان شويه في الهون، ما حطيتش كل الكميه عشان شويه التانيين هحتاجهم بعدين. بدها بقى تشويحه كده، وده كان شكلها. ريحتها كانت تحفه بصراحه. ريحه التوم مع الفلفل بقى مع الخضره بجد ريحه جباره. فرمت بقى شويه من الطماطم، ما كترش طماطم كتير علشان السردين ده ما بيحبش الطماطم كتير يعني. الاحسن تكون الطماطم فيه خفيفه شويه. حطيت برضو ملح وكمون وظبطت كده الملح بتاعه، وخلاص سبتها تغلي كده. مجرد ان انا هخليها تاخد غلوه بس، وارجع اطفي عليها، مش هسيبها تتسبك يعني. في ناس ممكن تعمله ني في ني كده، ان هي تحط كل حاجه نيه على بعضها، الطماطم وكل حاجه نيه على بعضها كده في الصينيه. جربته بالطريقه ده ما عجبنيش خالص. ليه؟ لان الطماطم بتبقى بيضه كده، السردين ده بيستوي في ثواني، والطماطم ما بتكونش لحقت ان هي تتسبك اصلا يعني. بحس تاكل الطماطم طعمها طماطم نيه. فانا بحب اديها غلوه كده على النار عشان كده، علشان عما تاخد بقى كمان غلوه مع السردين تبقى كده الطماطم اتسبكت وبقى لها طعم. مش هاكل طماطم على السمك كده اكني باكل طماطم نيه. ما استطعمتش بصراحه. رصيت بقى السمك كله في الصينيه كده بعد ما دهنتها زيت، وكمان حطيت معلقه الدقه اللي كانت متبقيه معايا في الهون بتاعه الفلفل يعني والثوم والكلام ده. وحطيت قطعت شويه من الخضره كمان، حطيتهم على وش الصينيه بتاعتي. وقطعت كام ليمونه كده، حوالي 3 او 4 ليمونات قطعتهم شرايح ورصيتهم كده على وش الصينيه. السردين ده بيحب الليمون كتير وبيحب الخضره، بس مش كتير قوي عشان ما تغمقش يعني الخضره مش كتير عشان ما تغمقش لون السردين. ده شكل الصينيه بتاعتي بعد ما جهزتها. ما بقاش بقى متبقي معايا غير ان انا انزل عليها بالطماطم بعد ما خدت غلوه واحده بس. ومشغله الفرن بقى يسخن دلوقتي، وهتشوفوا شكل صينيه السمك بتاعتي هتبقى شكلها عامل ازاي. هنا شايفين الطماطم خفيفه ما سبكتش، انا مجرد بس خدت غلوه يعني غلوه واحده بس، ما سبكتش عشان كده باين ان هي خفيفه. حطيتها بقى في الفرن، وتعالوا بقى نشوف الجيلي بتاعنا بقى بعد ما سيبناه كام ساعه. انا الوقت ده كنا داخله على المغرب اصلا، وانا كنت عاملاه من الساعه 9 الصبح. شايفين متماسك قوي يعني، متماسك خالص يعني. شكله جميل. ولادي كلوا منه قالوا تحفه. انا بالنسبه لي لسه ما دوقتوش لحد دلوقتي. ده كان شكله بقى. شايفين بقى الجمال، شايفين يعني لونه حلو ازاي، وكمان طعمه. ولاد شكروا فيه جدا. انا بالنسبه لي لسه ما دقتهوش، فانا مش عارفه، بس اكيد حلو يعني. انا عاملاه قبل كده كذا مره، وانا عارفه ان هو هيبقى حلو. بما اني بقى وريتكم بقى الجيلي وخلاص، الاكل بتاعي جهز. عملت رز ابيض طبعا مع السمك، مع السمك السردين ده. وخلاص السمك في الفرن دقايق كده وهطفي عليه. خدت بقى شويه المواعين اللي انا بهدلتهم دول، وكمان الازاز الميه بتاعه الولاد اللي هيروحوا بيها بكره المدرسه، واللانش بوكس وكل الحاجات دي بغسلها بقى على بيات كده واسيبها تتصفى عشان تبقى جاهزه معايا للصبح. زي ما انتوا شايفين كده الازايز. بحب كمان كل يوم ويوم كده انقع الازايز دي في خل لحد الصبح. بعد ما اغسلها احط فيها ميه بخل واسيبها لحد الصبح، عشان لو فيها اي ميكروبات او اي حاجه ابقى ضامنه برضو نظافتها. بس ما اعملش كده كل يوم طبعا، كل يوم ويوم.
هحط برضو المعالق والشوك وكل حاجة اللي هي اي حاجة موجودة في اللانش بوكس. يعني لازم يعني ما نهملش في موضوع اللانش بوكس ده، عشان طبعا بقى راجع فيه اكل وفي برضو بكتيريا وحاجات، فالافضل كده اول باول نغسله، ولازم نغسله كويس يعني، مش نغسل وخلاص. انا معموم ما كانش عندي مواعين كتير يعني، هما الكام بوله البلاستيك دول انا استعملتهم وانا بعمل الاكل. وخلاص السردين كده تقريبا كنت طفيت عليه، وكمان الرز خلاص مهديه عليه بيستوي، وكده الغدا بتاعي جاهز. عموما اسرع غدا بيتعمل هو اي غدا فيه سمك، اي نوع سمك يعني في ثواني بيتعمل. حطيت بقى كل حاجه كده تصطفى جنبي على بال ما اخلص بقى، واخر الليل كده او يعني بعد العشاء كده بشويه وانا داخله تاني المطبخ اظبط بقى فيه حاجات، هبقى راجع كل حاجه مكانها. اغسل برضو الحوض علشان خلاص بما اني خلصت مواعين. ودي شكل صينيه السردين بتاعتي اللي انا عملتها. احنا بنحبه يكون ناشف كده، ما بنحبش فيه يبقى فيه صوص كتير او طماطم كتير او كده، بنحب يكون ناشف كده افضل يعني. فانتوا برضو على حسب ما انتوا بتحبوا، لو انتوا بتحبوا فيه صوص طماطم كده عادي بتكتري له بقى شويه ميه او حاجه. وده شكله ولا مهري ولا اي حاجه، عشان هو بياخدش وقت في الفرن يعني، حوالي ربع ساعه بالظبط وطفيت عليه، ما خدش وقت كتير. طبعا طرنشات الليمون دي بتخلي يعني ريحته